وبركاته. احلى متابعين، فيديو جديد النهارده معانا تنظيفات العيد. وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندعي دعوه حلوه لاهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مباركا مبينا عاجلا غير اجلا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بعد ما غسلنا الشبابيك سيبناها تصفى على فين؟ على باب الحمام كده، وكده كده الميلان بتاع الحمام هيدخل الماء على الحمام على طول. وبعد ما نشفت حوالي نص ساعه كده قلنا نركبها على طول. جايبه لكم التركيب بكل تفاصيل. في تركيب الشباك بنبدأ بالمفصلة اللي فوق، نظبط المفصلة اللي فوق، واللي تحت بتركب اوتوماتيك على طول وبتركب بكل سهولة. واهم حاجة ان احنا ما بندلدقش بقى الشارع او بنبوظ الشارع، او الجيران بيشتكوا مننا ان في مية بتنزل عندهم او حاجة. فغسيل الشبابيك في الحمام بيكون انضف واروق واريح للدماغ بصراحة. بعد كده بركبهم، شايفين بيركب معايا بكل سهوله، وانا لا مسرعه الفيديو ولا اي حاجه. يلا بقى قومي اتنشطي واعملي تنظيفات العيد. ايه رايكم في الفيديو؟ مستنيه رايكم في الكومنتات. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. طبعا انا كنت بنظف الاوضه الصغيره، وبدات بتنظيف الشبابيك. لما يكون في اوضه فيها شبابيك او بلكونه ابداي بتنظيف الاتربه الاول، عشان بعد كده الاتربه ما تبوظش التنظيف اللي انت نظفتيه، او تعفر الحته، او يبقى فيه غبار او غبره او عفره كتير. لا، ابداي بالشبابيك الاول او البلكونات. خلاص بعد كده انا بركب معاكم الشباك. الاوضه راقت والحمد لله تم التنظيف، وكان بسهوله جدا لان انا قدرت على طول، فكانت التنظيف معايا منتهى السهوله. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام يا أحلى ناس يا أحلى متابعين. لسه دي هتتغسل. الدنيا راقت إلى حد ما.